مبدئيا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده ان شاء الله يوم جديد كده. ربنا يا رب يجعل لنا فيه كل خير وصحه كده ورزقكم بكل حاجه بتتمنوها يا رب. النهارده بقى ايه قلت كده ايه احضر فطار معاكم. نفطروا كده وبعد كده بقى ايه في حاجات كده عايزه اعملها نعملها مع بعض ان شاء الله. كنت بقى قطعت خيار وجبنه بيضه وحطيت عليها كده في النص زيتون بتدي منظر حلو يعني. كنت بقى ايه فطرنا خلاص دخلت بقى ايه كده الباسكت بتاع المطبخ واللي في الاوض. انا مش يعني بنساهم شويه كده يعني فاهميني. فقلت بقى النهارده كده امسكهم اغسلهم عشان الحته ديت اللي انا بغسلها دي. عايزه اقول لكم مطرح ما باجي ارمي في الباسكت مثلا باقي الطماطم او الحاجات المخلفات اللي بتنزل مني ساعات ممكن تبهدل الباسكت من بره. فقلت بقى ايه اغسلهم كده النهارده. هما مش بيبانوا بقى ان هما مش نضاف او كده. في الكاميرا مش بيبانوا قوي بس هو كان عليه حاجات يعني. فقلت بقى ايه كده اغسلهم عشان يبقى ايه كده يعني اخلص منهم يعني وكده اهو. كده بقى ايه كنت بشطفه اهوت شطفته وحطيته على جنب بقى ايه عشان يتصفى. ان شاء الله الفيديوهات الجاية ان شاء الله تبقى فيها حاجات حلوة ان شاء الله. مش هتبقى تنظيف بس يعني لا انا عايزة مثلا اعمل معاكم حاجات اكل بقى مخبوزات كده ان شاء الله يعني باذن الله كده يعني. فهنا بقى ايه كنت بغسل كده بشطف الحاجات وقلت بقى ايه اغسل الحمام بالمرة كده ايه بالمرة بقى. بحب جدا اغسل الخلاطات ديت بتبقى منورة وحلوة كده. قلت بقى اغسله بالمرة كده عشان ايه بكرة الجمعة ان شاء الله يبقى اشوف هعمل ايه تاني كده يعني. فهنا بقى ايه كنت بغسله كده زي ما انتوا شايفين. قلت بقى ايه كده اغسله عشان يبقى فاضي وما وريش حاجة يعني. طبعا ربنا يرحم يا رب اهالينا في فلسطين ربنا يرحمهم جميعا يا رب. هما في الجنة ان شاء الله. وبجد ربنا يرحمهم ويغفر لهم وجعلهم من الشهداء ان شاء الله. هم شهداء ان شاء الله يعني. بس ربنا معاهم وربنا يعني ربنا يصبر كل حد توفى عنده او فقد حد. ربنا يا رب يصبرهم جميعا يا رب. بس عايزه اقول لكم ان انا بزعل جدا لما بشوف الحاجات دي فبحاول ان انا ما اشوفش عشان نفسيا بتعب جامد وبفضل اعيط عياط بقى مش قادره اقول لكم. فببقى يعني ما برضاش اتفرج عشان بتعب نفسيتي بتتعب. ف فهم الله يكون في عونهم. انا بشوف بس كده مناظر وبقعد اعيط وبقعد ادعي لهم. ما بالكم بقى هم في اللي هم فيه. فربنا معاهم ربنا معاهم وينصرهم يا رب. ربنا ينصرهم نصرا عزيزا ان شاء الله. هنا بقى ايه غسلت برضو الحوض كده وغسلت بقى السيراميك من هنا كل ده بقى انا غسلته. قلت بقى إيه عشان ما يبقاش ايه كده اكون خلصت كده اليوم كده عدى على خير ان شاء الله. رماس بردانة ورماس ومكة وملك ان شاء الله كده هطلعه لكم في فيديو كده يتكلموا ان شاء الله. بس انا يعني ايه قلت ان شاء الله هطلعهم لكم كده تشوفوهم. وقلت لهم بقى قولوا انتوا اي حاجة انتوا عايزين تقولوها قولوها. بس فملك الكبيرة مكسوفة بتقولي يعني ازاي يعني يا ماما هتكلم اقول ايه. قلت لها قولي اي حاجة انت عايزة تقوليها يعني. فهي ملك اللي مكسوفة شوية وكده يعني. هنا بقى ايه كنت بشوف كده
الحمام كده عشان انا كنت خلاص خلصته. والنهارده بقى قلت نجيبه سمك مشوي. ف... فجبت سمك مشوي وكابوريا كده يعني. ما رضيتش بقى اطبخ ولا كده، احنا مش بنجيبه سمك على طول، مع ان احنا بنحب السمك اصلا يعني. هنا بصوا كنت خلصت اهوت. هنا بقى ايه، كنت مستعجله شويه عملت السلطه كده، وكنت بتكلم برضو ماشي. بس انا لسه ايه يعني. وعملت بقى حبه رز ابيض كده. في ناس بتعمل رز صياديه، رز بالبصله، بس احنا الرز السمك المشوي بناكله جنبيه رز ابيض. طبعا كل واحد بيعمل اللي بيحبه واللي هو متعود عليه كمان. انا بقى كنت حاطه السمك كده في الطبق، فحد قال لي يعني لا شيلي الطبق وحطي كده، فانا عملت كده يعني. والكابوريا حطيتها كده من على الوش بس. مش انا اللي كنت بصور بقى هنا. آه، بس بقى فده كان غدانا. استودعكم الله ان شاء الله كده. ده ابن عمي حبيبي. حموه عايزه اقول لكم ان هو مش بيحب يروح عند حد، بيتكسف يعني وكده. بس هو قرر النهارده ان هو يقعد معايا شويه، فانا كنت فرحانه جدا يعني. فهو بقى كان قاعد، فقلت له حمو بص بقى انا هصورك فيديو واتكلم بقى وانت بتحبني ولا لا. طبعا كان يوم جميل والله، واستودعكم الله الذي لا تضيع